كل أحبتنا شيعة أمير المؤمنين أتباع مذهب أهل البيت في العراق الحبيب، وصلتونا الرسالة إن أقول للشيخ إحنا نحبك وليش ما إيش أسباب اللي فالشيخ الآن إحنا ما نذكر أسباب بس يبعث لكم سلام وكل متابعينا ومحبينا. تفضل سماحة الشيخ توجه كلمة إلى أحباك في العراق الحبيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامي إلى جميع أبناء شعب قرب حبيبي حتى يرفع الصوت. الحبيب أحسنت. بكل طوائفهم وأطيافهم، أحسنت. بكل مشاربهم وتنوعاتهم، كلهم أهلي من شمال العراق إلى جنوبه، كلهم أحبتي، كلهم همي ليلا ونهارا، أفكر بهم وأسعى من أجل تخفيف المعاناة عنهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. أولا أنا أشيد بهذا الصبر والصمود الذي أثبته شعبنا البطل وإخواننا المجاهدون في دفاعهم عن وطنهم وعن أهلهم، وكذلك أيضا أطمئنهم أن الفرج الأكبر بات قريبا بإذن الله. هذا الذي أثلجت صدر هذا الكل من وفاته. قد يأخذ مدة العمل على الفرج الأكبر، ولكن أعتقد أن ما بقي من المحنة هو القليل وإن كان قاسيا، ولكن التغيير نحو المشروع الوطني العراقي الجامع لكل مكونات شعبنا وإقامة الدولة التي يستحقها العراق، دولة العدالة والحرية والمساواة، الدولة العابرة للطوائف والأطياف السياسية. أعتقد أن هذا اليوم أصبح قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. لا شك أن الخلاص من الدواعش المجرمين هو مقدمة لتفعيل مشروع التغيير الأساسي. ربما مسيرة المطالبة بالإصلاح أجلت، ولا أقول عطلت، ربما أجلت ريثما يستعيد العراق أو يلتقط أنفاسه، حينئذ ستكون له وثبة على دواعش الفساد، على الدواعش الذين أذاقوا شعبنا وأهلنا مر العذاب. إن شاء الله مسيرة الإصلاح قادمة ورياح التغيير قادمة. نرجو أن تكون هذه الرياح لصالح شعبنا ولصالح وطننا، وأؤكد على جميع إخواني أن يتناسوا جميع انتماءاتهم مع كل الاحترام للانتماءات القبلية أو الانتماءات المذهبية وما شاء، أن يتناسوا كل انتماءاتهم ليعتز كل رجل بانتمائه، ولكن ليس لنا انتماء يجمعنا جميعا ويحفظ مصالحنا كعراقيين إلا انتماء العراق. انتماؤنا للعراق هو الذي يجمعنا جميعا، وأن يكون ولاؤنا للعراق، وأؤكد على أن يكون ولاؤنا للعراق وليس للخارج مهما كان الخارج. وحتى لو اتفق الخارج معك نسبا أو دينا أو مذهبا، وكلمتي واضحة، الولاء للعراق، الولاء للوطن يتقدم على الولاء للخارج. وما نكبنا خلال هذه المدة إلا لأسباب، من أسبابها هو أن البعض سعى لتنفيذ أجندة أجنبية مستوردة من خارج العراق في داخل العراق، مما أربك الساحة الداخلية وأدى إلى ما آلت إليه الأمور. تأكيدي على وحدة كلمتكم إخواني وأهلي العراقيين بكل تنوعاتهم، أريدكم يدا واحدة تتناسون كل شيء إلا العراق. اسموا حتى على جراحاتكم وانسوا الماضي، وعلينا أن نفتح صفحة جديدة، أن نتمسك بأخوتنا ونتمسك بوحدتنا، وأن نتهيأ للتغيير القادم نحو الأصلح. ولا تيأسوا ولا تحبطوا ولا تظنوا أن هؤلاء الذين تسببوا
بمحنتكم خلال 13 عام، لا تظنوا أن هؤلاء باقون بسدة